هو ممكن تبقى شايف الحقيقة بعينيك ومع ذلك تكون غلط 100%؟ استنى للآخر علشان الإجابة ممكن تغير نظرتك لكل حاجة فاكرها. في سنة 1974 عالمة نفس اسمها إليزابيث لوفتس قررت تختبر الموضوع ده. جابت مجموعة ناس وورتهم فيديو لحادث عربية بسيط، ما فيهاش دم، ما فيهاش دمار، مجرد حادثة عادية. وبعد ما خلصوا سألت سؤال بسيط جدا، بس لعبت في كلمة واحدة بس. سألت مجموعة العربيتين كانوا ماشيين بسرعة قد إيه لما خبطوا بعض، وسألت مجموعة تانية كانوا ماشيين بسرعة قد إيه لما اتحطموا. فرق كلمة، بس النتيجة كانت صادمة. الناس اللي سمعوا كلمة اتحطموا قدروا السرعة أعلى بكتير، كأن مخهم شاف حادثة أعنف رغم إن الفيديو واحد. طيب الغريب بقى، بعد أسبوع رجعت سألت هل شفتوا إزاز مكسور في الحادثة؟ ناس كتير قالوا أيوة شفناه، مع إن الحقيقة مفيش إزاز مكسور أصلاً في الفيديو. دلوقتي ارجع لنفس السؤال، هل ممكن تبقى شايف الحقيقة بعينيك ومع ذلك تكون غلط؟ الإجابة أيوة، وبكل سهولة. بيقولوا المحتوى الهادف ما بينتشرش، فلو شايف الفيديو ده فعلاً فيه قيمة ساعده يوصل، اعمل شير واشترك. ولو شايف إنه مش بيقدم لك حاجة اكتب لنا في الكومنت نطوره إزاي، يمكن رأيك يكون الحقيقة اللي إحنا مش شايفينها.